المكان ده مات فيه اكتر من 200 شخص. اهلا بيكم في مقبرة الغطاسين البلو هول. اللي ورايا دي لوح باسماء الناس اللي ماتت هنا. كل لوحة مكتوب عليها اسم الشخص ورسالة هو حابب يقدمها او كلمة حابب يقولها. واخر شخص توفى كان من سنة بالظبط. في اكتر من 200 شخص توفى هنا، اشهرهم الراجل ده غطاس محترف كان بيوثق تجربته في البلو هول لحد ما وصل لعمق معين، ومره واحده لاحظوا سلوك غريب في العوم بتاعه لحد ما سكت وتوفى، ومحدش عارف اتوفى ازاي. في اساطير كتير بتقول ان في روح شريره تحت بتاخد الناس وتموتهم، وفي ناس تانية بتقول ان سمكه القرش بتاكل كل اللي بينزل، بس 200 واحد هيموتوا من سمكه القرش مش داخله دماغي. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. لو ما تعرفنيش انا عمرو، غاوي سفر، بعمل محتوى مختلف عن السفر. وفي فيديو النهارده انا في اخطر مكان في البحر الاحمر حرفيا. المكان ده زي ما انا قلت مات فيه اكتر من 200 شخص بسبب الغطس في المكان ده، فالمكان اتسمى بمقبرة الغطاسين، ولسه لحد النهارده الناس بتيجي تغطس هنا. ففي فيديو النهارده هعرفكم قصة المكان وليه الناس بتيجي تموت هنا وايه اللي بيحصل. تابعوا الفيديو للنهايه عشان في حاجات مهمه جدا لازم تعرفها عن المكان ده. طيب خليني الاول اقول لكم الاساطير والحكايات اللي بتتحكي على المكان ده عن سبب وفاه الناس اللي توفوا هنا وخلدوا ذكراهم بلوح. يعني ده مات 2015، وفي هنا من زمان جدا 2008 2023 لسه من سنتين. ففي ناس كتير بتموت ولسه بتموت لحد النهارده. طبعا انت مستغرب اللي انا بقوله، انا بقول لك في ناس بتموت هنا وشايف ورايا ناس جوه الميه. تستغرب تقول لي ايه يا عم الكلام ده، انت بتهزر ولا ايه؟ ده اكيد بتحور علينا يعني. عايز اقول لك علشان تيجي تغطس هنا لازم يبقى معاك رخصه غطس، ومعنى كده ان الناس اللي غطست هنا وماتت هنا غطاسين محترفين مش اي غطاسين. يعني انا لو حبيت اغطس هنا لازم ابقى غطاس محترف ومعايا رخصه غطس. اول حاجه بتتقال عن المكان هنا ان هو في نيزك ضرب المكان فعمل الفجوه اللي سموها البلو هول. معرفش بصراحه الكلام ده حقيقي ولا لا، لازم ناس تدرسه علشان يوثقوا الكلام ده، لكن هو كلام مش موثوق. شعاب مرجانيه واخده الكيرف ده فشكلت الشكل بتاع البلو هول. في بقى اساطير بتتقال على الناس اللي ماتت هنا، اشهرهم ان الناس هنا بتتاكل بسمكه القرش. وفي كمان ناس بتقول اسطوره ان في واحده ماتت هنا على عمق كبير وتوفت فروحها ساكنه المكان، والناس اللي بتغطس تحت بيتسحروا او مش عارف ايه. الكلام ده طبعا مش صح اكيد، دي اسطوره بتتقال على المكان هنا. البلو هول عمقها اكتر من 130 متر. عارفين يا جماعه العمق ده قد ايه؟ عمق كبير جدا جدا لدرجة ان انت لما بتنزل البلو هول بتشوف الدنيا سودة تحتيك. تعالوا اقول لكم القصة الحقيقية اللي خلت الغطاسين المحترفين يموتوا في البلو هول. الفكرة وما فيها العمق الشديد ده بيخلق عند الغطاسين دول روح تحدي بتخليهم عاوزين يغطسوا اكتر واكتر ويستكشفوا ايه المكان اللي موت الغطاسين قبلنا. بيبقى عندهم تحدي ان هم ينزلوا اكبر عمق ويطلعوا عايشين عادي. ولكن في مشكله، عندنا مشكله في البحر الاحمر ان الفيزيبيليتي عاليه جدا، ففي غطاسين عندهم الايجو يعني عالي شويه، فدايما متوقع ادام بشوف لحد الحته دي انا اقدر اروحها. لا طبعا الرؤيه حاجه وان انت تروح، ما احنا بنبص لحد السما، ما انا وانا واقف في البلكونه من 10 دور شايف في الشارع انط. هتقولي الله، طب ما الناس اللي نزلت هنا دول محترفين ازاي ماتوا بقى؟ انا هقول لك بقى السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هما سببين اتنين. وانت قبل ما تنزل مش الغطس مش هينفع تنزل ال 130 متر، ده بيتحدد قبل ما تنزل انت عاوز تغطس 20 او 30 او 40 متر 50 متر، فده بيبقى متحدد قبل ما بتنزل، فبالتالي ده بيحددوا عليه نسب الاكسجين والهيدروجين اللي موجود في انبوبه الغطس. لان المكان عميق جدا جدا، فانت ما بتبقاش عارف النقطه اللي انت شايفها دي على بعد كام متر. فمثلا ممكن واحد ينزل يغطس وهو عامل حسابه ان هو ينزل 50 متر بس، وينزل اكتر من ال 50 متر ده مش هينفع ينزل المكان دوت، فبيحصل له حاله الوفاه لانه مش معاه نسب الاكسجين والهيدروجين اللي موجوده في انبوبه الغطس، فبالتالي بيتوفى. والسبب الثاني حالة بتصيب الغطاسين على عمق كبير اسمها سكر الأعماق، وده بيحصل بسبب المدة اللي بيقعدها الغطاس تحت عمق كبير، ولما بيصيبوا سكر الأعماق ما بيبقاش قادر يتصرف أو ياخد قرارات، فبالتالي ممكن يقعد تحت المية كتير لحد ما الأكسجين يخلص أو يبقى عنده حالة ذعر فيتوفى. وده بالظبط اللي حصل مع الشخص ده اللي اسمه يوري ليبسكي. ده أشهر غطاس اتشهرت قصته في البلو هول بسبب إن هو كان بيوثق رحلته سنة 2000 وهو عنده 22 سنة بالكاميرا من أول ما نزل البلو هول لحد ما توفى. وتوفى
على عمق اكبر من 100 متر، وشخصوا وفاته بان هو جاله هلوسه ناتجه عن تخدير الاعماق اللي هو سكر الاعماق، وعشان كده بقى من اشهر الغطاسين اللي ماتوا في البلو هول. والموضوع مش هزار، في عربيه اسعاف موجوده هنا 24 ساعه علشان اللي يحصل له حاجه يلحقوه على طول. الموضوع مش هزار، مش تهريج. طبعا لحد دلوقتي في ناس بتغطس بتحاول انها توصل للقاع، في ناس بتطلع، طبعا مش كل اللي بينزل يموت عشان بيبقوا عاملين حسابهم، ولحد النهارده الناس بتنزل وعادي، بس عشان عارفوا الغلطه منين. هتقول لي طب انت بتعمل ايه هنا وليه جاي هنا وليه الناس دي بتقوم كده برغم ان في ناس ماتت هنا؟ زي ما انا قلت لكم الناس اللي ماتت هنا هم غطاسين، فبالتالي الناس اللي بتيجي هنا هم بيستمتعوا بس بالشاطئ، بيعملوا سنوركلينج. وعلى فكره بقى المكان مشهور هنا علشان هو واحده من اكتر الاماكن اللي في البحر الاحمر فيها شعاب مرجانيه وسمك ملون جميل جدا جدا، وعلشان كده انا موجود النهارده وانا مش هغطس وبالتالي مش خايف وهنزل دلوقتي اعمل سنوركلينج. لازم انت كمان لما تيجي المكان ده ما تضيعش الفرصه دي وتنزل تعمل سنوركلينج. ولو مش بتعرف تعوم فانت ممكن تقعد في اي كافيه من الكافيهات دي، انا قاعد في كافيه الفنار، ممكن تأجر منهم عده السنوركلينج واللايف جاكيت لو انت مش بتعرف تعوم. وعادي جدا الناس كلها في الميه اهي بينزلوا ويتفرجوا على واحده من احلى الاماكن اللي انت ممكن تغطس فيها او تعمل سنوركلينج فيها في مصر كلها. كان اللي انا قاعد فيه هنا على البحر اسمه الفنار، ومعايا هنا عمرو. منورين يا جماعه، نورتوا البلو هول. لو جيتوا هنا هيعملوا معاكم احلى واجب، ممكن تأجر من هنا ادوات السنوركلينج وتنزل او تشرب حاجه هنا، هيعملوا لكم احلى واجب. قولوا له ان انتوا جايين تبعي، ووروا له الفيديو ده عشان تفكروه بس. نورونا في اي وقت وهو هيعمل معاكم احلى واجب. انا جيت هنا وجبت ادوات السنوركلينج دي، ادوات انا الشخصيه، ممكن تأجرها من الفنار اللي انا كنت قاعد فيه من شويه. المكان ده هو المكان الوحيد اللي انت ممكن تنزل بيه بامان، اسمه شقه تعبان. مفيش حواليك شعاب مرجانيه، فالمكان هنا ممكن تنزل فيه بامان، لكن اي مكان تاني ممكن تتعور. اول ما تلمس الميه هتتخض من العمق الشديد بتاع البلو هول، لان عمق المكان 130 متر، الرقم ده كبير جدا، فهتلاقي الدنيا مظلمه، ولكن بمجرد ما تبص جنبك هتلاقي كميه سمك رهيبه وشعب مرجانيه ملونه تحفه. حقيقي دي من احلى التجارب اللي انا جربتها في حياتي. ده المكان اللي انت بتطلع منه، اللسان اللي في نص البلو هول ده مكان الطلوع. حقيقي مع ان المكان خطر وفي ناس كتير ماتوا هنا، ولكن انا ما غطستش، انا عملت سنوركلينج وحقيقي التجربه كانت من احلى التجارب اللي انا عملتها في حياتي. ما ينفعش تفوت المكان ده لما تيجي دهب. بس وبكده انا طلعت، هنقعد شويه بقى في الكافيه نستمتع بمنظر البحر على الغروب. انا بصراحه جعان جدا، الفرهده اللي احنا عملناها في المايه طولنا في المايه. اشرب كمان شاي مرمريه، احلى براد شاي مرمريه كافيه الفنار. شاي مرمريه ده ما يتشربش غير هنا في دهب. مفيش احلى من كده حاجه نختم بيها اليوم هنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وقول لي رايك تحت في الكومنتس.
استنوني فيديوهات جايه كتير قوي من دهب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم نوتيفيكيشنز للفيديوهات دي. اشوفكم في فيديو جاي قريب جدا. سلام.